ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسمي الله كده ونبدأ. ايه بقى؟ هنعمل ارانب لحمة، بسلة، رز بالشعرية. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا حطيت هنا في كل حلة معلقة زبدة. هنبدأ بس بالأرنب الأول، طبعا مغسول كويس ونقعينه وشاطفينه كويس قوي بملح وليمون ودقيق وطماطم. كل ده بيضيع الزفارة. متحطيش خل على الحاجة في النقع، غير لو كنت هتشويها. يعني الفراخ لو هتشويها هي اللي ممكن تنقعيها بخل. كده بتطري بس اللحمة معاكي وكده. بس ايا كان بعد كده ممكن بتظهر معاكي ريحة الزفارة وبتهري الحاجة. بالذات برضو لو هتحطي خل في الحاجة يعني ايه، هتهريها اكتر لو هتفرزيها. فبلاش الخل في النقع. تمام. هنا انا بشوح الارنب كده زي ما انتم شايفين. معلش بقى التصوير يعني. هحط طماطم وبصل وفص حبهان ورشة فلفل اسمر وطماطمايه وبصل، كل ده مع التشويح. تمام. لو كان في سمنه بلدي كان هيبقى احلى بكتير، بس ما كانش موجود سمنه بلدي، فحطيت معلقه زبده كده بقى، بتبقى خفيفه برضو احسن من السمنه اللي هي المهدرجه، يعني اللي هي في المحلات وكده. بعد ما هسيب الارنب بقى يتشوح كده بقى، هنشوح اللحمه طبعا كده مع بعض برضو بنفس الطريقه برضو. هحط بصل ورشه فلفل، وكل ده بيديها ريحه حلوه مع التشويح. ورقتين لورا، فصين حبهان، لو في جزر ممكن احط. دي رشة الفلفل الاسمر، رشة بسيطة خالص عشان ما تغمقليش الشوربة، مجرد ان هي تطعم اللحمة وتخلي ريحتها حلوة بس. تمام. كل دوت طبعا، وحاطه ميه تسخن علشان اول ما احس ان هما اتشوحوا مع بعض انزل بالميه السخنه على طول. هنا كان الارنب اتشوح معايا واخد بدأ ياخد لون كده ذهبي يعني بسيط كده، نزلت عليه بالميه. برضو هسيب اللحمه تتشوح، واول ما يغلي معايا هنا بقى الارنب، ما كنتش حطيت الكبده في التشويح عشان ما تهراش ولا الرئه بتاعته ولا الكلام دوت. اول ما بحط الميه بحط له الكبده وبحط اللي هي الرئه بتاعته اللي هي الفشه ديت. هسيب اللحمه هنا برضو تتشوح، احط لها بصل وطماطم، ولو في جزر ممكن تحطي. حطيت برضو مع اللحمه هنا معلقه سكر مع التشويح، بتخليها دايبه وبتبقى طريه ان هي برضو تستوي بسرعه. تمام. متنسوش بقى ان لايك كومنت حلو منكم. صلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا برضو هنا زي ما انتم شفتوا كده، نزلت بمعلقه سكر زي ما قلت لكم، بتطري اللحمه، بتخليها طريه كده وطعمها حلو، وفي نفس الوقت بتستوي بسرعه. تمام. نزلت هنا برضو بصوا بالميه السخنه، فبتخلي الميه يعني الشوربه تغلي معايا على طول، اللحمه بتغلي معايا على طول وتخش في السوا على طول. طبعا لو في اي ريمه او كده بشيله. هنا هنيجي مع بعض نعمل بسله. بصل زي ما انتم شايفين كده، معلقه زبده بقى، ممكن لو في حته دهنه هحط حته، شويه زيت، ايا كان الماده الدهنيه اللي انت عايز تنزلي بيها. بعد ما شوحت البصله كده واخد لون بسيط كده، هنزل بالصلصه. دي كانت صلصه متفرزه، حطيتها كده بقى تاخد. بصوا كنت مفرزاها، كنت ببقى سلقه الطماطم. معلش بقى طلعت مني شويه كده. كنت يعني سلقه الطماطم نص سلقه كده، وبعد كده بشيل منها القشره، وبعد كده بضربها. لو ما شلتش القشره عادي ممكن ان انا بضربها بيها، وبعد كده بصفيها عادي. دي الميه بس كنت حطاها عشان بزود بيها على طول الارنب او اللحمه. وهعمل برضو رز بشعريه، لازم بحط له ميه تكون سخنه. هخلي الصلصه بس تتسبك معايا شويه. ونزلت بورقتين لورا وحته قرفه خشب صغيره بس، زي ما انتم شايفين كده. وطبعا حاطين سكر للصلصه. نزلت بسبع يعني رشه بسيطه، 7 بهارات وقرفه وورقتين لورا وكده. ديت البسله كانت متفرزه معايا. اول ما نزلت طلعتها من الفريزر، اديتها شطفه بسيطه بس كده تحت الحنفيه، وجيت نازله على طول فيها بالصلصه كده، وخرطت معاها بصل اسفه بطاطسايه. ولو كان في قرنين شطه خضراء ولا لقيتهم في الاخر وخرطتهم، وهنحطهم في الاخر بتدي طعم حلو. تمام. رشه فلفل اسمر بقى والملح بتاعك حسب الذوق وكده. وديت بقى شوربه الارانب. كانت هنا كانت اختي بقى، هما يسمعوا الفيديو. كانت اختي ومرات اخويا حلفوني ان انا يعني ما اعملش الملوخيه بشوربه الارانب. تمام. فانا قلت لهم خلاص يا جماعه مش هعمل لكم الملوخيه بشوربه الارانب، والله خلاص مش هعمل لكم جيت عملت لهم البسله بشوربه الارانب. تمام. وما قلت لهمش ولا عرفوا الا بعد ما اكلوا. كانت البسله طلعت
طعمها بصوا كان فظيع بجد بجد. دي حته لحمه كده، قطعت حتتين لحمه بساط كده في البسله. بدات البسله تغلي معايا كده وجيت منزلها في فرن البوتاجاز. تعالوا بقى مع بعض نعمل الرز بالشعريه. هنا برضو زبده وشويه زيت حلوين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش بقى تحطوا لايك، كومنت حلو منكم زيكم، يعني كومنت حلو زيكم. تمام. هنا بقى حطيت شوية زيت كده، وهنزل عليه بالشعرية. هقلبها كده تقليبة تقليبة كده لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. على حسب بقى، ممكن تغمقيها، ممكن تسيبيها ذهبي. بنزل برضو مع الشعرية بفصين مستكة بيديها طعم حلو. انا هنا في اللحظة دي طفيت على هنا هحط فصين مستكة وهطفي عليها. تمام. بصوا انا طفيت عليها بسيبها بقى، يعني انا سبتها على اللون ده بتغمق برضو اكتر مع سخونيه الزيت والزبده وكده. تمام. زي ما انتم شايفين كده هتغمق، كل ما بتبقى غامقه شويه بصراحه بتبقى طعمها حلو. بعد ما هدت شويه واخدت لون كده نزلت بالرز بتاعي حسب ما انا عايزه. شوفي المقدار اللي انت عايزاه. وغسلته كويس وصفيته من الميه حلو، او اديته تشويحه مع الشعريه. بصوا بقى لونها عامل ازاي غير ما انا طفيت عليها خالص. وطبعا مسخنه لها الميه، مسخنه للرز الميه. وهحط طبعا انتوا عارفين ان مقدار الميه زي مقدار الرز، بس مع الرز بشعريه بنزود يعني مثلا ربع كوبايه نص كوبايه حسب الرز بتاعك. في رز بيشرب ميه وفي رز ما بيشربش ميه. الملح طبعا حسب ذوقك. هقول لكم برضو على حاجه، انا كنت هنا نسيت احط ملح، اسفه خالص كنت نسيت احط ملح. فافتكرت بعد ما كان الرز اتشرب الميه، وبعد كده دوبت معلقه ملح في شويه ميه كده وجيت منزله عليهم وانا موطيه الرز وقلبته تقليبه حلوه كده. وكان عادي خالص كاني حاطه له ملح مع البدايه. تمام. حطوا لايك بقى. بصوا هنقلب كده وبنهدي عليه، اول ما بيتشرب بوطي وهدي عليه. وخلاص انا هنا حاطه البسله في الفرن البوتاجاز. اهي طلعت معايا البسله بقى، كانت طعمها رهيب بصراحه، كان طعمها رهيب. هما كده بقى هيسمعوا ان انا حطيت عملت البسله بشوربه الارانب، بس كلوها. وقلت لهم بصراحه للامانه يعني عشان ايه، قلت لهم يا جماعه قالوا لي ما عدناش واكلين اكل من ايديكي تاني. تعالوا بقى نعمل شويه شرب شويه ملوخيه. هنا حطيت فصين توم مدقوقين دي بقى شوربه اللحمه، رغم ان انا كنت عايزه اعمل الملوخيه بشوربه الارانب بس بقى ما حصلش نصيب. معلقه سكر كده بتخلي معايا الملوخيه بتبقى خضره شويه كده. هي كانت متفرزه في الفريزر، فاول ما طلعتها من الفريزر حطيتها كده في الشوربه على طول. ولو فيها اي حتت مكتله تلج او كده بطفي عليها واسيبها تفك مع السخونيه. تمام. وهعمل لها الطشه بقى، وهي بس الكاميرا مغمقاها شويه بس هي كانت خضره عن كده. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلوه زيكم. بصوا انا هنا بحط هنا انا عملت الطشه اهي، التوم طبعا وكزبره ناشفه بحمرهم كده بمعلقه زبده او سمنه زي ما انت عايزه او زيت. بصوا هنا الملوخيه اهيت. بصوا هي خضره كمان اهيت عن ما هي بعيد يعني. بصوا اهيت. متنسوش بقى تحطوا لايك وتفعلوا الجرس، كومنت حلوه زيكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم. وكانت اكله كده بقى بسيطه معاكم كده. عملنا رز بشعريه ولحمه والارنب. طبعا الارنب بنحمره بعد ما بيستوي في معلقه سمنه بلدي او كده زيت بقى، نحمرناه في زيت على زبده. ادي الرز بشعريه كان مفرفر وطعمه حلو خالص. بصراحه المستكه برضو بتديله طعم حلو قوي. متنسوش بقى تصلوا على النبي وتحطوا كومنت حلو زيكم ولايك بقى. انا رغيت معاكم كتير بقى معلش. صدعتكم. البسله كانت وهم، والله كانت وهم، عجبتني قوي. واللحمه كانت دايبه ومستويه خالص معانا. بصوا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. مع السلامه.